باعوه واشتروه. هكذا تعامل الزمالك مع أزمة أحمد فتوح. والله العظيم ثلاثة فضيحة بكل المقاييس. تجديد أحمد فتوح للزمالك عار بما تحملها الكلمة من معاني. يعني أنا عايزك كده الأول قبل ما ندخل في معمعة الفيديو ونتكلم عن تفاصيل وبهاريز الحاجات الحلوة اللي معانا، افتكر موقف الاهلي وعبد الله السعيد لما راح مضى للزمالك وتركي آل الشيخ جابه. وشوف الاهلي عمل ايه في عبد الله السعيد، وشوف احمد فتوح والزمالك، رئيس الزمالك بنائبه باعضاء الزمالك بقناه الزمالك، كلهم اقسموا اجزموا ان احمد فتوح خلاص طالما اعلن بيعه، قيم ومبادئ الزمالك وكرامه الزمالك فوق اي لاعب مهما كان حجمه ومكانته. طب والنهارده احمد فتوح قعدة عبد الله السعيد، ولكن انا اسف في اللفظ، خدع جمهور الزمالك، ضحك على جمهور الزمالك، قال لك انا بشكر جمهور الزمالك الكبير العريض، بشكر رئيس مجلس الزمالك وادارته، قدروني ومش قدروني. يا اخي والله العظيم الاهلي مضى عبد الله السعيد بالليل وسكعوا القلم بعد الامضاء على طول وعرضوا للبيع مباشره، بل حافظ على كل جنيه حقه من عبد الله السعيد. وانت يا زمالك النهارده كل رموزك طلعت قالت خلاص رسميا تم عرض احمد فتوح للبيع، وهو الزمالك اللي اشترى بعد الخبر بشهر ولا شهر ونص. يا لهوي، الله العظيم ما قادر امسك نفسي. واللي يقول لك امسك نفسك عشان تكمل معانا اقول لك امسكها معايا، انا مش قادر. يا جماعه الخير، فرق ما بين الاهلي والزمالك بيظهر ويلخص امام اعين الجماهير، ولكن ربما الثقافه والعقليه هي اللي بتحكم ما بين الطرفين. الاهلي مبادئ، قيم، اخلاق، مبادئ قيم اخلاق لا تتجزأ. الزمالك اللي يقول لك كرامه اقول له امال احمد فتوح بيعمل ايه؟ تمام. اللي يقول لك اقول له يا باشا الكرامه خلاص انت بعترض، انا اسف في اللفظ. الزمالك جدد لاحمد فتوح 3 سنين، 3 سنين، يعني خايف انه ممكن بعد اللي يمضى شهر ولا بتاع ولا شهرين يكون اصلا في الاهلي. ولكن دائما وابدا النادي الاهلي كان حريص على الا ينهي صفقه احمد فتوح احتراما لمجلس اداره الزمالك الجديد واحتراما لجمهور نادي الزمالك. ولكن هل الزمالك احترم جمهوره؟ جاوبوا انتوا. هل الزمالك حافظ على كرامه ناديه؟ جاوبوا انتوا. احمد فتوح هو اللي اجاب كل هذه الاسئله بورقه وقلم بالامس. رحم الله كرامه الزمالك. ندخل بقى على المعمعة الحلوة. اليوم النادي الأهلي بإذن الله تعالى هيلاقي سيراميكا كيلوباترا في تمام الساعة 7 في نصف نهائي كأس السوبر. احنا عارفين الأهلي هيلاقي سيراميكا كيلوباترا، وفيوتشر هيلاقي بيراميدز، والفاز من هنا والفاز من هنا هيقابلوا بعض على النهائي في الامارات. يعني رايحين الامارات. ليه رايحين الامارات؟ ليه ما بنلعبش في مصر؟ ودي اللي قلناه الفيديو بتاع امبارح. ليه السوبر المصري في الامارات وليه كاس مصر في السعوديه؟ وان شاء الله هنلعب الدوري تحت النيل بقى في السودان، في زي ما انت عايز، قول زي ما انت عايز تقول، ما هي مش مشكله. خلاص الرياضه في مصر ما عادش فيها الا اهلي انه يلعب في دوري الابطال، اهلي يلعب في كاس العالم للانديه، وغير كده ما عادش في كوره. وانا بقولها لك والله العظيم الاستثمار قضى على متعه الكره المصريه وخلص على احلام جماهير الكره المصريه بصفه عامه، صوتها وهتافها ما عادش. فبالتالي راح السوبر المصري الامارات كي تهدى البطوله لبيراميدز، وذهب نهائي كأس مصر رغم إقامة البطولة من أولها إلى بعد نصف النهائي في مصر، لا النهائي هيتلعب في السعودية كي تهدى البطولة للزمالك. والله أنا بكلمك بأمانة، والله اللي بيحصل كي تهدى البطولة للزمالك. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاي لكم ثالث العالم، وكان الأحق أن يكون ثاني العالم
مش هنقول بطل العالم، من مانشستر سيتي حاجه محترمه يعني، ولكن ان شاء الله تكون مباراه قويه النهارده باذن الله تعالى. الاهلي يخلص فيها من الشوط الاول، ويكون كولر موفق باذن الله تعالى، وان شاء الله يكون تشكيل يعني الانسب للنادي الاهلي، والتركيز هو عنوان نجاح المباراه باذن الله تعالى. بشكركم جدا، مش عايز اطول عليكم بالتشكيل، حضراتكم عارفينه. خلونا نتقابل بعد الماتش ده بفعل الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.